نظم صحفيو وعمال قناة الوطن الجزائرية احتجاجا أمام مقر القناة بعد أن قررت وزارة الاتصال غلقها، واقتحمت الشرطة صباح اليوم مقر المؤسسة وقامت بتشميعه ومصادرة كل ممتلكاتها في قرار أثار تدمر واستياء الأسرة الإعلامية. واتهم مالك القناة جعفر شلي السلطة وعلى رأسها وزارة الاتصال بالتضييق على حرية التعبير وحقوق الإنسان في الجزائر. تهمة النشاط الغير شرعي وبث أفكار هدامة كانت كافية أمام السلطات العمومية لتشميع فضائية الوطن الجزائرية، خبر نزل كالصاعقة على هؤلاء الصحفيين الذين لم يجدوا غير هذه الصيحات والدموع للتعبير عن هذا القرار المفاجئ. هو ضربة في حرية التعبير، غلقوا قناة الوطن الجزائرية الحرة، لكن أبدا لن يغلقوا قلبنا النابض بقناة الوطن، وأبدا لن يغلقوا أفواهنا. قرار تعسفي لا يخدم حرية التعبير في الجزائر، لا يخدم الرأي والرأي الآخر في الجزائر. تبريرات الجهات الوصية لم يتقبلها صحفيو ومسؤولو قناة الوطن، فالنهج الذي تتبعه القناة كان السبب الرئيسي حسبهم في هذا الغلق. نحن لنا الثقة التامة في العدالة الجزائرية، سوف نرفع قضية لإنصاف قناة الوطن الجزائرية ومالكها، ونبرأ بهؤلاء المسؤولين أن يقفوا أمام هؤلاء العمال. من يدفع أجور هؤلاء العمال الذين يفوق عددهم 120 عامل؟ من يدفع أجورهم؟ من يتحمل نفقاتهم؟ أنتم اليوم تنامون وهم لا ينامون. تصريحات مدني مزراق السابقة عند استضافته في أحد حصص هذه القناة أحدثت جدلا واسعا في الساحة الإعلامية، لكن الرجل بقي محله علامة استفهام إلى اليوم. هذا مدني مزراق تم استضافته في قنوات وقال كلام أخطر من الكلام اللي قالوا في الوطن، ثم يستقبل في رئاسة الجمهورية كشخصية وطنية. فلما استضيف هذا الرجل في قناة الوطن يعني حدثت كل التداعيات. أظن أن الأمر سياسي وليس له علاقة بالمهنية ولا بأخلاقية المهنة ولا بحرية التعبير ولا بشيء آخر. قرار غلق قناة الوطن يعيد الحديث مرة أخرى إلى واقع السمع البصري في الجزائر، فمنذ 4 سنوات من إعطاء الضوء الأخضر للخواص للاستثمار في هذا المجال، لا يزال القطاع يعيش جملة من التناقضات في ظل غياب دفتر شروط ينظم نشاط القنوات الخاصة.